في اكتساح مغربي كبير لجوائز الاتحاد على الاقل في ترشيحات الجهاز الاتحاد الافريقي لكرة القدم. السؤال، في كان جدال الايام الماضية حول ما حدث في كرة القدم المغربية من هذه المواهب، يعني النهر المتدفق من المواهب. البعض قال هؤلاء أبناء المهاجرين، لكن أبناء المهاجرين طب الجزائر عندها مهاجرين، تونس عندها مهاجرين، لبنان عندها مهاجرين، سوريا عندها مهاجرين، إيش معنى المهاجرين بس حقين المغرب هم اللي فلحوا؟ هل تعتقد أن إدارة الكرة في المغرب استطاعت أن تستثمر الإمكانيات البشرية في البلد؟ نعم جدا، هم قاموا بعمل كبير وكبير جدا، ويثنى على هذا الاتحاد كرة القدم في المغرب أنها عملت عمل كبير جدا ومن سنين وهي تعمل. يعني اللي قال هذا المنتخب اللي فاز بكأس العالم كلهم استوردوا من برا، فثمانية لاعبين تأسسوا في المغرب، 8 لاعبين من أفضل اللاعبين اللي كانوا فوق أرضية الميدان، البعض منهم محترف لكن تأسسوا 100% في المغرب. وباقي اللاعبين صحيح هم ابناء الجاليات في هولندا، في بريطانيا، ويلعبون في انديه كبيره في اوروبا. الحارس في موناكو مثلا، في واحد يلعب في بريطانيا، في واحد يلعب المهاجم يلعب في البرتغال. كل هذه المواهب الموجوده هي من الفريق يتكون من 3 سنوات، من 3 سنوات هم يعملون على طاقم فني واحد، والطاقم الفني هذا على علم يعني من شهرين فقط لعب نهائي كاس افريقيا وانهزم مع جنوب افريقيا، وكانت هناك اصوات كثيره باقاله المدرب وابعاد المدرب، لكن الاتحاد المغربي الوفي والذي يعمل في صمت ويعمل بجديه كبيره حماه هذا المدرب وحماه هذا الفريق. هذه الصورة على فكرة اليوم في استقبال الفريق، ما شاء الله، واليوم كان استقبال الفريق واليوم هذا الأبطال يتوجوا بكأس العالم ورفعوا الكرة العربية فوق. علامة كاملة للاتحاد المغربي. نتحسر على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لأن ليس هناك أي برنامج وليس هناك أي عمل. صحيح نحن نملك كذلك تقريبا من 7 إلى 8 ملايين مغترب في أوروبا، في فرنسا، في بلجيكا، في كل البلدان الأوروبية، ونملك لاعبين من طراز عالي، ولكن لم يعطوا الحس ولم يعطوا الشيء اللي أعطاه المغرب لأبناء المغرب. يعني في اعتقادك أنه موقف رئيس الاتحاد المغربي في رفض إقالة مدرب منتخب الشباب بعد إخفاق سابق وإصرار على استمرار الجهاز الفني كان قرار صحيح؟ نعم. شوف وليد، هم عندهم الطموح سبحان الله. لما تأهلنا لكأس العالم ما خرجنا ولا احتفلنا ولا شيء، نحن ما يهمناش نروح لكأس العالم، احنا نروح نمثل المغرب ونمثل الكرة العربية تمثيل جيد في كأس العالم. احنا ما يهمناش نروح نلعب كأس افريقيا ولعب نهائي كأس افريقيا، احنا لازم نفوز بكأس افريقيا. شوف الطموح كيف كبرت، حتى الجماهير المغربية ما خرجتش تحتفل، حتى الجماهير الجزائرية لما تأهل المنتخب الجزائري ما خرجتش. خلاص الجماهير العربية السقف صار مرتفع، الجماهير توعت الآن وتعرف كرة القدم. يعني هذا فلاتة قدامي هنا السنة اللي فاتت الاتحاد متصدر وفائز وكل، لكن جماهير الاتحاد ما كانتش راضية على كثير من الأداء تاع الفريق وعلى كيف يمشي هذا الفريق هذا، لأن الجماهير اليوم تطالب بالأشياء الجميلة، بالأداء، بالطموحات الكبيرة وبرفع الطموحات وبأخذ الأسباب للوصول لهذه الأهداف. طيب. أنا تابعت منتخب المغرب من أول مباراة يا أخي، ما في لاعب ما عنده كنترول عالي، تسليم صحيح، استلام صحيح، ثقافة تكتيكية، يعرفون يستقبلون اللعب. صغار كنا نقول المنتخب المغربي الأول محترف ولاعبين مميزين، صغار اليوم كنترول أعلى من بعض اللاعبين المتواجدين في منتخبات أخرى. أفضل كنترول من لاعب منتخب أول؟ نعم. لا، مهمة جدا. المدربين الكفاءة، ما في أي اسم من المدربين في المغرب يقود هذول الأسماء كلهم شايفينهم عزيزي المشاهد، كل واحد له إنجاز مع فريق في فئته. يعني وليد الرقراقي هذا اشتغل في أندية وحقق إنجازات وبطولات، قالوا له تعال امسك المنتخب الأول عشان لاعب المنتخب يعرف أنت مين. هذه النقطة مهمة جدا. المدرب لازم اليوم يشتغل، يسوي له سي في كذا إرث عشان يتقبل وجوده في المنتخب الأول. أوريك ذكاءه، محمد وهيبي اليوم لعب بعقليتين، لعب بالعقلية الأوروبية في الشوط الأول، قال لمنتخب الأرجنتين أنا عقليتي أوروبية، كيف؟ أنا اللي أخذ المبادرة وأنا اللي ألعب كورة وأنا اللي أبني الأفكار. الشوط الثاني قال لا، أنا منتخب المغربي الأفريقي، أنا أخرب أفكارك كلها. عقليتين شاهدناه في كأس العالم، منتخب محترم مشرف، نهنئهم جدا، وهذا إنجاز يعتبر في النهاية
للدول العربيه كلها. يعني هل يمكن القول كابتن صابر انه حسم يعني محسومه طبعا بما انه حصل على كاس العالم؟ سيجد بعض المزاحمه من منتخب الراس الاخضر، انما بنسبه 90% او اكتر يعني او اقل شويه محسومه للمنتخب المغربي. انا عايز اقول لك ان احنا كعرب اول مره نبقى بنتابع منتخب عربي في بطوله عالم وهو الطرف الافضل في كل المباريات. انت عارف احنا كنا بننتظر مباريات المنتخب المغربي واحنا يعني ايه بسعاده مطمئنين. يعني ايه المفاجاه بس هي اللي ممكن تخلي المنتخب المغربي هو اللي يخسر. انما لو صارت الامور طبيعيه، افضليه واضحه، عندك لعيبه عندها حلول في كل المراكز، لعيبه عندها ثقه في نفسها، مدرب بره بيدير الموقف زي ما هشام بيقول لك بكفاءه كبيره جدا مع كل المدارس المختلفه في كل المباريات، مرونه رائعه جدا. احنا قاعدين بنتفرج، عندنا ثقه كبيره جدا في قدرات المنتخب المغربي. ابتدينا نحفظ اسامي اللعيبه لاول مره، انه اسماء اللعيبه تحت 20 سنه وتعرفهم وتعرف مراكزهم وتعرف الانديه اللي بينشطوا فيها. كل ده امر جديد علينا، امر جديد لما احنا كنا بنشوف حتى المنتخب المغربي في كاس العالم 2022 قدم مردود اكثر من رائع، ولكن في كل المباريات ما كانش بيبقى عندنا الثقه اللي كانت موجوده. ده الفارق، ده لا يقلل من الانجاز 2022 وهي البطوله الاصعب بالطبع، ولكن انا بتكلم على الاريحيه اللي احنا كنا بنتفرج فيها على مباريات المنتخب المغربي في 20 عاما. تخيل انت في النهائي بيحسم لك